في ظل اللي بيصير في السويداء وفزعة العرب والعشائر ضد الدروز. طيب يعني مش فاهم أنا، فزعة العرب وأهل السنة والجماعة فزعاتهم غريبة عجيبة. طب أنت عندك أهل غزة عرب أهل سنة وجماعة، قاعدين اليهود بذبحوا فيهم بيجوعوا فيهم. امبارح 71 طفل مات من الجوع بأسمائهم وجثثهم موجودة وكلهم مصورين كيف أياكل عظمية. محموقة الناس، محموقة، وطالعين قال من السعودية، ناس جاي من السعودية قال قاطرات قال ينتصروا لأهل السنة والجماعة والعرب قال في ضد الدروز. يا أخي هذا مذهب أهل السنة والجماعة مذهب يهودي. ترى الإسلام اللي ورثنا يا أبو بكر وعمر وعثمان هو إسلام يهودي بامتياز. عبد الله بن المبارك بيقول بما معنى، بنقول عنه بتفاخر، بيقول نستطيع أن نحكي ما يحكيه اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي ما يحكيه الجهمية. الجهمية مين؟ الشيعة والزيدية والإباضية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هذول الفلاسفة، يعني الناس اللي تفهم، الناس في براسها مخ عقل. جمعوا القرآن على ايدين زيد بن ثابت. زيد بن ثابت يهودي. عبد الله بن مسعود بيقول أتريدوني كنت أخذت عن فم النبي 70 سورة وأنا في مكة، وزيد هذا غلام له ذؤابتين تبعت اليهود، له ذؤابتين يلعب مع الصبية في الكتاب. الكتاب شو؟ كتاب اليهود اللي جمع لكم القرآن وألف لكم القرآن يهودي زيد بن ثابت. صدقت هالحكي؟ ما صدقتوش لطيزي، آسف يعني. الأمة هذه رايحة مناصرة لليهود انتصار مش طبيعي. داقين بدروز ليش؟ لأنه ابن تيمية ابن الشلكة، واحد في اسمه ابن تيمية ابن عاهرة ابن مومس، كل واحد بيعظم عليه بيعتبره شيخ الإسلام ابن عاهرة زيه. فتوى فتاها ابن تيمية قبل 900 سنة، أفتى ابن تيمية قبل 900 سنة من الآن فتوى ضد الدروز، ضد العلوية. فبتشوفوه الآن تنفيذ لفتاوى موجودة في الكتب. ليش انتم زعلانين؟ أفتى ضد العلوية والدروز، بس اليهود الله واسم الله عليهم هذول تنكح نساؤه. بيطلع الشيوخ الدين من أتباع ابن تيمية بيقول لك هذول أهل الكتاب تنكح نساؤه. واللي بيجاهدوا في فلسطين هذا مش جهاد. الجهاد تروح على سوريا تجاهد، تروح على العراق تجاهد، مش هناك، مش على فلسطين. بيطلعوا أهل السنة والجماعة بيحكوا هيك. يهود، دين يهودي. كعب الأحبار، تميم الداري، نوف البكالي، وهب ابن منبه، وغيلان ابن منبه، وهمام ابن منبه، وكعب الأحبار وغيره وغيره. عمر بن الخطاب وعلاقة عمر الخطاب باليهود. في البخاري عمر الخطاب برحل اليهود من تيماء إلى أريحة إلى فلسطين، برحلهم بحطهم بوطنهم في فلسطين. يهود، دين يهودي، دين تلمودي. دين أهل السنة والجماعة دين تلمودي. وللأسف الشيعة يعني كمان الشيعة كل المسلمين الفرق الأخرى ماشيين بالدين هذا مش دارين عن حالهم. ترى بعد كل بتعملوه بالدروز وبالعلوية وبالشيعة مستغربين انتم أهل السنة والجماعة ليش إن هاي الطوائف طوائف باطنية سرية؟ مستغربين ليش؟ بعد كل بتعملوه الفتاوى اللي أصدرها ابن تيمية ضد هاي الطوائف، مستغربين ليش هاي الطوائف باطنية يسروا عقائدهم، بيخفوا عقائدهم بعد هاللي بتعملوه كله. راح اطلع انا بفيديو او افصل في هذا الموضوع في فيديو بث كمان شوي على قناتي. ادخلوا على الحساب بتشوفون الرابط القناة موجود في اسفل الصورة الشخصية لحسابي على التيك توك. نشوفكم بخير، سلام.